خمس حاجات لازم تبقى عارفاهم كويس جدا لو هتبداي تجيبي جهازك، وخامس واحده هي اهم واحده. اول حاجه لو هتجيبي حلل لازم تكون ماركات معروفه ومن مصدر معروف وبراندات مشهوره كمان، وكمان عليها ضمان. ما تجيبيش اي حاجه من مصدر مجهول او براندات اول مره نسمع عنها، او البراندات اللي بتبقى متاخده من براندات مشهوره، يعني ماركه مثلا معموله كوبي من ماركه مشهوره. على سبيل المثال اوني فلام اللي هي بديل نيو فلام، وتوب سافلون اللي هي بديل سافلون، ونيو سافلون اللي هي بديل سافلون، وتركماز اللي هي بديل كركماز. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا. تاني حاجه لازم تبداي جهازك بالترتيب، يعني ما ينفعش تبداي بحاجات النيش وتسيبي حاجات المطبخ. الجهاز ده ليه ثوابت وليه اولويات وليه حاجات اساسيه، وحاجاته الاساسيه هي حاجات المطبخ اللي موديلاتها ما بتتغيرش، زي اطقم الحلل وغيرها وغيرها وغيرها. اما حاجات النيش اللي ورانا ديت بتبقى النص الثاني في الجهاز، او بتبقى في بعض الاساسيات، عشان خاطر الحاجات دي ممكن متغيره، ممكن الموديلات دي تتغير، الوانها تتغير، موديلاتها تتغير. انا بتكلم هنا للعروسه اللي قدامها فتره كبيره على ما تتجوز، يعني 3 4 سنين، بنوته في ثانوي، بنوته في كليه في اولى، لسه قدامها كذا سنه. فلازم نبدا بالثوابت. ما ينفعش نقعد نعك ونجيب شويه من الرفايع وشويه من الازاز وشويه من الكاسات وشويه من النيش. لازم تمشي بترتيب، لان ده مهم جدا في اختياراتك. وتالت حاجه مهمه جدا يمكن ما تقلش اهميه عن خامس حاجه، تالت حاجه هي ان انت لازم تشتري من مكان موثوق. يعني ايه من مكان موثوق؟ يعني ما تروحيش تشتري من اي مكان عشوائي وخلاص، من اي محل وخلاص. طبعا كل مكان وليه رزقه وكل حاجه، بس في حاجات احنا بنعيش بها عمرنا وبنستخدمها، لازم نجيبها من مكان امين ومكان امان. لازم الحاجه ديت يبقى فيه خدمه ما بعد البيع. لازم البياع او صاحب المكان اللي يبيع لك ده راجل قد المسؤوليه، بيبيع لك حاجه على مسؤوليته. يعني لما يقول لك حلو حلو، لما يقول لك وحش وحش، ولما يقول لك وحش هو اللي يشيل تحمل المسؤوليه عن الكلمه اللي هو قالها. يعني منتج تشتريه يكون بضمان، يا اما من ضمان شركته او من ضمان المكان اللي انت جايباه فيه. ما تروحيش تشتري من اي مكان عشوائي، لان السوق بقى مليان براندات وماركات مضروبه واصله، وكله معجون في قلب كله، وانت الضحيه الوحيده. لكن البياعين كلها هدفها الربح. انا شخصيا ببيع وهدف الربح، بس في فرق ان هدف الربح وانا امين معاكي وبديك الحاجه اللي انت عايزاها والحاجه الكويسه، وابقى معرفك انت بتشتري ايه. ده بالنسبه لموضوع المكان. لازم نعرف احنا بنشتري منين، لازم نجيب من مكان موثوق فيه. رابع حاجه ما تبقيش موسوسه. رابع حاجه ما تقلديش حد. ما تجيش تقولي انا عايزه الطقم الفلاني عشان بنت خالتي جايباه، او بنت عمتي جايبه زيه، انا عايزه الغالي عشان غالي وخلاص. لازم تبقي فاهمه انت عايزه ايه، تجيبي على حسب متطلباتك، على حسب اللي انت محتاجاه. تجيبي الموديل اللي يريحك، لكن تجيبي النوع الكويس. النوع الكويس ده تعرفيه من خلال ايه؟ من خلال السيرش على الجروبات وعلى الصفح، انهي تجربه انجح. دلوقتي الناس كلها بتتكلم على تجربتها، وكل الناس بتقول كل حاجه. يعني من خلال هنا تعرفي تقيمي انت هتجيبي انهي نوع. لكن ما تجيش تشتري وانت عاميه، وانت بتشتري وخلاص انا بنت خالتي عايزه كده، وما تخشيش لصاحب محل تقولي له انا عايزه اغلى حاجه، عشان ممكن في الوقت ده يشتغلك ويديك اي حاجه يقول لك دي غاليه دي نظيفه. لازم تبقي فاهمه انت عايزه ايه كويس، او واثقه في الشخص اللي انت رايحه تشتري منه. وخامس حاجه واهم حاجه، والحاجه اللي ما ينفعش تنسيها، اوعي تنسي ان رؤوف اسم معروف.